الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هنعمل مع بعض صلصة الطماطم بطريقة سهلة جدا، وهنحفظها في برطمانات خارج التلاجة، يعني مش هنحتاج نحطها في التلاجة أبدا. هوريكم ازاي نعملها، ودي ممكن تحفظوها من السنة للسنة. دي كمية من الطماطم، أنا يعني مقطعها كده بشكل عشوائي على 4. هحط عليها شوية مية صغيرين جدا، وهرفعها على النار، هغطيها وارفعها على النار لحد ما تستوي تماما، وبعدين هرجع لكم واقول لكم هنعمل فيها ايه. هعملها وارجع. دلوقتي زي ما انتم شايفين القوطة انا سبتها لحد ما استوت خالص على النار. حطيت لها كده بصلاية مقطعة وشوية توم وفلفل بتديها ريحة، بس دي حاجة اختيارية تماما، يعني انتي مش لازم تحطي كده. هضربها دلوقتي بالمضرب اليدوي وهرجع. زي ما انتوا شايفين خلاص انا ضربتها بالمضرب، ممكن تعملوها في الخلاط العادي. بعد كده هصفيها عشان لو في قشر او بذر يتصفى تماما بالمصفى. انا عصرتها كلها، هصفيها اهو في المصفى السلك زي ما انتوا شايفين. بقعد كده اعمل اقلبها بالمعلقه عشان العصير ينزل، وهيفضل لي هنا القشر والبذر بس. هصفيها كلها وهرجع لكم عشان ما نضيعش الوقت. انا حبيت اوري لكم بس اهو بعد ما صفيته، بفضل اعملها كده لحد ما ينزل كل العصير ويفضل لي هنا القشر والبذر بس بتاع الطماطم. وبعد ما بعمل كده بحاول انزل كل العصير اللي لازق في المصفى من تحت. بقى عندي اهو هنا عصير الطماطم ده، لسه هكمل بقيته، لسه ما كملتش باقي الكميه. انا بحاول ان انا اختزلها، اخلي يعني انقص كميتها على قد ما اقدر. هكمل وارجع. دلوقتي بعد ما خلاص عصرتها كلها، صفيتها من البذر والقشر، هرجعها تاني على النار وهغليها لحد ما حجمها ينقص كمان للنص، يعني تبقى تقيلة، تبقى زي الصلصة كده اللي بنشتريها في البرطمانات. هعملها اغليها على النار وارجع لكم مرة تانية. خلاص كده القوطة انا ركزتها قوي على النار، يعني خليتها كده بقت زي الصلصة، زي قوام الصلصة. دلوقتي انا سبتها تبرد شوية بس عشان اعرف اعبيها في البرطمانات. فزي ما قلت لكم دلوقتي انا هعبيها في برطمانات. هي طبعا زي ما انتم شايفين بقت كمية قليلة قوي، يعني انا بادية بحوالي 4 كيلو من الطماطم. هشوف هتطلع كده كام برطمان صلصة. بس القوطة اليومين دول اصلا رخيصة، يعني الكيلو ب3 جنيه، فهنشوف كده هتعمل لنا كام برطمان. خلاص كده انا عبيتهم. طلعت تقريبا برطمانين ونص صلصة. فبرطمانين ونص ب9 جنيه، يعني تقريبا هو اصلا لما بتجيبوا صلصة من نوعية كويسة بتطلع بحوالي من 8 ل10 جنيه. فلو يعني يعتبروا دول بسعر برطمان. اهم حاجة ان احنا نعبيها في برطمانات من الازاز، ما تعبوهاش في برطمانات بلاستيك، لاننا لسه هنعمل لها عملية ستيرلايزيشن او تعقيم على النار في مية مغلية. ونتأكد طبعا ان البرطمان غطاه معدن. هو البرطمان الغطا ده نضيف، بس اللون اللي فيه ده لان انا كنت عاملة فيه صلصة قبل كده فعملت صبغة بس. فاللي هنعمله هغطي البرطمانات دي باحكام، هغطيهم كويس قوي اوكي بالغطيان المعدن دي، هغطيها كويس جدا. وبعدين هجيب حلة غويطة اقدر احط فيها البرطمانات دي وتكون المية مغطياها. اوكي هجيب الحلة وحملها مية وهرجع لكم. خلاص دلوقتي بعد ما ملينا البرطمانات وجبت حلة عميقة مليت فيها مية، هحط فيها برطمانات الصلصة اللي انا عملتها.
بس لازم ايه المية تبقى مرتفعة. هزودها مية كمان وهرجع لكم. انا كملت شوية مية وجبت برطمانات فاضية حطيت فيها مية عشان ايه ازنق البرطمانات دي ما تقعدش تعوم على الوش كده. البرطمانات دي انا عايزة بالمرة اطهرها، اعمل لها ستيرلايزيشن، بعقمها عشان هعمل فيها مخلل. فهزنقهم كده عشان ايه ما يطلعوش يعوموا على الوش، ما يفضلوش يعوموا على الوش طول ما هم على النار. الحلة دي دلوقتي انا هحطها على البوتاجاز. اول ما تبتدي تغلي ههدي النار على الاخر وهبتدي احسب نص ساعة بالظبط. يبقى تغلي الاول، اهدي النار واغطيها بس اقربها شوية، يعني ما اخليش الغطا قافل عليها خالص، واسيبها لمدة نص ساعة بالظبط. بس كده هي غليت وسبتها تبرد شوية بس عشان اعرف اطلع البرطمانات، لان انا ما عنديش اللي هو الماسك اللي بيطلعوا بيه البرطمانات من المية السخنة. خلاص زي ما انتم شايفين هي كده خلاص بقت جاهزة عندي. هشيلها اقدر احتفظ بيها فترة طويلة جدا، شهور خارج التلاجة، لان عملية الغليان دي لمدة نص ساعة طهرت الطماطم والبرطمانات كمان من اي بكتيريا او ميكروبات ممكن تكون موجودة فيها. وده بالرغم من ان لو حسبت هلاقي انها كلفتني 12 جنيه بس. عملت لي صحيح برطمانين، البرطمان ب6 جنيه، حتى لو كان سعره زي سعر البرطمانات اللي بنشتريها اللي بنشتريها جاهزة فبرضو ده يبقى احسن، لان انت عاملاه بايدك، منقيه القوطه كويس ومنضفاها بايدك وضامنه انها ما فيهاش مشاكل. زي يعني احنا سمعنا كتير عن المصانع اللي بتعمل صلصة طماطم بطماطم فاسدة وحاجات كده. بس حبيت بس اقول لكم حاجة قبل ما اسيبكم، ان البرطمانات اللي انا كنت حطاها بس عشان اسند بيها برطمانات الصلصة دي، انا كنت حاطة فيها مية عادية من الحنفية. اتغلت برضو معاهم 30 دقيقة، هي دلوقتي تعتبر معقمة، حتى المية اللي جواها دلوقتي معقمة. فانا مش هدلقها ومش هفتحها خالص، انا هفضل مخليها بالشكل ده لحد ما اجي اعمل المخلل. هفضيها ساعتها وهدخلها الفرن لمدة 5 دقايق كده عشان تنشف وهي مقلوبة، وهستعملها على طول في التخليل كده تبقى معقمة 100%. وبإذن الله لما اعمل فيها اي حاجة مخلل او مربى ما يحصلوش حاجة. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك، واشتركوا في قناتي لو كنتوا لسه ما اشتركتوش فيها. ولو ليكم اي طلبات اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو، واشوفكم في وصفة جديدة. باي.